السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. معكم محمد بهاشتاج سبورت. نتكلم اليوم عن مباراة انتر واتلتيكو مدريد اللي انتهت طبعا 2-1 لاتلتيكو مدريد. طبعا جابها باستحقاق للأمانة. سيميوني انزاغي دمر المباراة بشكل مو طبيعي. يعني انت عندك لاعب مثل باريلا، يا رجل جيب كلب بوليسي صدقني ما يركض مثل ما يركض باريلا. يا رجل لك بكل المباراة تلاقيه، بكل المباراة تروح تبدله، عرفت علي؟ تحط مختريان بعد نص ساعة ترجع تبدل مختريان، وكان قاعد يقول لك انه مختريان لساته عايش، لساته يلعب طابة. اصلا مين متذكر مختريان يا جماعة؟ اي نعم، يعني لعب بالارسنال، لعب باليونايتد، لعب بالانتر، لعب بالمي، ما خلى نادي ما لعب بيه. بس يا جماعة والله العظيم الشيء اللي قدمه سيميوني انزاجي شيء مو طبيعي. يعني حرام إدارة المباراة كانت يعني بها فشل مو طبيعي. انت عندك دي ماركو من افضل اللعيبة بالعالم يا رجل بمركزه. حرام يعني هو بخطة 3-4-3، يعني دي ماركو خارق للعادة، يعني مو طبيعي. يعني اني افضل لعيبة على فكرة، افضل لعيبة الانتر بشكل عام هم ثلاثة. يعني تتكلم عن دي ماركو، عندك باريلا، وعندك لاوتارو. طبعا حسب الصفنة يعني تبعت لاوتارو يعني قمة بومبا بالش اسمه بالدوري الإيطالي. دوري الأبطال تحسه كأنه واحد يطفي، كأنه له طفاية تطفي. عن جد شيء مو طبيعي. بالنسبة نتكلم عن دييغو سيميوني يا جماعة، هذا زلمة حلاوته. أنا شوف، ما أحب أتلتيكو مدريد، أي نعم، بس الواحد يحكي حق. الزلمة عنده ليفل ثاني، له ليفل ثاني. الشخصية اللي يعطيها للاعبين تحسه هو اللي بأرض الملعب. يعني أنا كنت من اللعيبة اللي أحبهم جارتوزو، وحب يعني دييغو سيميوني كلاعب، لأن دييغو سيميوني شخصيته هيج، عرفت علي؟ يعني شخصيته إنه أنت أي نعم يقول لك أخطأ قد ما تريد. سيميوني من اللاعب من المدربين اللي يقول لك اخطأ قد ما تريد، بس لا توقف ركض، اقتل كاون اذبح. يعني مستعد انه كل لعيبه اتلتيكو تاخذ كلها بطاقه حمراء، ما عنده مشكله. زلمه عنده يعني احسن شغله يعملها هي على طول انه يخلي لعيبته يقاتلون على كل كره، عرفت علي؟ اما بالنسبه لسيميوني انزاجي، يعني حرام هو دمر حاله. يعني سيميوني انزاجي على فكره الشوط الاول شيء مو طبيعي، شيء خارق. يعني الانتر كان خارق. بالشوط الثاني سلم المباراة كلياتها مثل عملية أوركن باص، وسلم المباراة كلياتها لأتلتيكو مدريد. طب ليش؟ ما أنت مستحوذ، ما أنت فايز، ما أنت حاسس حالك بالأساس إنه أنت جايب كل النقاط، يعني تقريبا يعني بكل شيء كان متفوق سيموني إنزاغي. لعب يعني مباراة يعني عن جد من أحلى. يعني وقت شفت قرعة دور ال 16 يا رجل، ولا مباراة تقول والله بدي أتابعها قد ما ممكن تقول راح أتابع مباراة الأتلتيكو وإنتر، لأنه مباراة يعني 50-50. يعني اثنيناتهم أقوياء، اثنيناتهم خارقين. يعني شوف تبديلات دييغو سيميوني نزل ديباي يا رجل، كسر الدنيا، شيء مو طبيعي. يعني حتى ركلمي وقت نزل يعني حرك الفريق. حتى شوف أليكسيس سانشيز ضيع ضربة جزاء، بس نزوله بقلب المباراة. يعني حتى عصام الشوالي قال انا والله من الناس اللي يحب اليكسيس سانشيز حتى من ايام كان مع برشلونه. تحسه لاعب فهمان كره القدم، ف جد يعجبك كثير بهالشيء هذا. فحرام كان لازم ننزله من البدايه. هاي شغله الثانيه، انت تطلع دي ماركو وتطلع باريلا يا رجل. انا عقلي والله العظيم طار. يعني مخي ما استوعب الموضوع اللي عم يسويه يعني سيموني انزاجي. حرام يعني هارد لك للانتر. اتلتيك يعني طلع بشخصيه حيل قويه. انطوان جريزمان يا جماعة من ناحية يعني أفضل لاعب بالمباراة أنطوان جريزمان، لا حد يقنعني. يعني أنا من ناحية أتلتيكو مدريد، من ناحية الإنتر، أنا بعطي الأفضلية لباريلا. يعني شو مو طبيعي يعني. بس أنطوان جريزمان هين زلمة يلعب طابة بمخه، مدافع، مهاجم، لاعب وسط، لاعب جناح، لاعب يعني منين ما تريد. يعني لاعب تكتيكي خارق. يعني أنطوان كريزمان لاعب تكتيكي خارق، شيء يعني من اللعيبة على فكرة اللي يعجبني بالعالم. كريم بنزيما، الحكومة إبراهيم، هاري كين، وعندك أنطوان كريزمان. عندك يعني هذول لعيبة يعني يعرفون ينزلون ياخذون طابة ويرجعون،
عرفت يعني هذول اللعيبة عن جد يعني تحسهم فهمانين كرة القدم.